يعني بالمقابل هل تقبل مثلا من أي دولة مثلا أو أي مسؤول في دولة أن يتحدث في سياق تاريخي كما قلت عن المغرب باعتباره جزء من تلك الدولة مثلا الأخرى؟ هل تقبل هذا؟ إذا يتحدث عما قبل التاريخ أو التاريخ الوسط، والمغرب دائما كانت هناك دول ملحقة به، ويعني مثل موريتانيا وكذا، ولكن هذا تاريخ يعني طيب. يعني أنت لا تجد مبررا للتنديد. لا، هناك في الحقيقة هناك جانب من الحساسية في المنطقة، وهناك أيضا كثير من الأمور لا تفهم. لذلك أنا أتفهم أي موقف ضد هذا التصريح، لأنه ينطلق من عدم فهم وخبرة بالعقلية والنزعة والفكر. وكأنك تقول بأن الحكومة المغربية التي نددت يعني هي أيضا يعني لديها جهل في الفكر الإيراني، هذا ما تقوله تقريبا؟ لا، هناك أنا دائما صرحت بأن هناك دائما سوء تفاهم سبب عدم الثقة، وهناك عوامل أخرى دخلت في الموضوع لم يتكلف يعني. وهناك أيضا بعض الإنسان لا يراقب اللسان، يعني ربما هذه أيضا يستفيد منها الإيرانيون. طيب. حتى لا يسقطون في بعض الأمور ويعتبرونها عادية. طيب سيد إدريس، في حينه كما تعلم ندد وزير الخارجية المغربي بالنشاطات الدعوية لبعض الجمعيات الساعية لنشر التشيع في أو الشيعة أو المذهب الشيعي في المغرب بدعم من إيران، هل تجد كلامه وجيها؟ يعني جمعيات، ما عندنا جمعيات بهذا المعنى، ما عندنا جمعيات. ولكنه أشار إلى جمعيات دعوية، يعني هل كان هو على خطأ في هذه الحالة يعني تقول؟ يقصدون أحزاب وتنظيمات سياسية، جمعيات بالمعنى كما أذكره، جمعيات دعوية. شوف، حينما احنا نقول لما تسقط البقرة تكثر السكاكين، يعني حينما تقع مثل هذه المشكلات كل ما في الصحافة نقبله ونتحدث عنه من دون مشكلة. طيب دعني أضعها إليك بسؤال مباشر، يعني ليس نقلا عن الوزير المغربي، يعني هل هناك جمعيات تقوم بالتشييع في المغرب؟ لا وجود لجمعيات من هذا القبيل. ممكن أنه الآن، لأن المشكل هو أنه أي إنسان يشتم منه رائحة أن عنده قناعات من هذا القبيل ودخل في عمل جمعوي أو حاول أن يمارس حقه في عنده اهتمامات جمعوية، فيصبح هذه الجمعية تحمل هذا العنوان. طيب سيد إدريس، أنت أقريت في الواقع نعم. طيب أنت أقريت في الواقع بوجود تشييع على مستوى فردي، أليس كذلك؟ أنا لا أفهم هذا. في زمن الانفتاح والإنترنت والفضائيات لا يحتاج إنسان إلى هذه الأمور. لا يعني أنا سؤالي، هل صحيح ما نقلناه عنك بأن هناك تشييعا على مستوى فردي في المملكة المغربية؟ يعني شو معناه؟ في واحد يخرج من الصباح عنده أجندة أنه يدعو ويحمل قراب وراه ويدعو الناس بالطريقة هذه، أم أنه في لحظة من اللحظات إنسان يعبر عن آراء، وهذا الماركسي يتحدث وهذا الإسلامي يتحدث وهذا كل واحد يعبر أحيانا في نقاش جزافي وعادي تلقائي يعني. فربما هذه البعض يعتبرها دعوة إن حصلت طبعا، وإن كان هذا أقل ما يفعل عادة. طيب إذا أتاك أي مواطن مغربي، حتى أكون عملي أكثر، يعني إذا أتاك أي من المواطنين المغاربة وطلب منك النصيحة أنه يريد أن يتشيع، ماذا تقول له؟ أقول له نحن لا نقلد في العقائد، العقائد يجب أن تجتهد فيها لنفسك. إذا سألتني سؤال دقيق في التاريخ أو في كذا كذا ممكن أتحدث، ولكن أنا عندي شغلة أخرى، وهو أنه أنا أنطلق من منطلق وحدة الأمة الإسلامية. أنا لا أريد أن أدخل في هذا النوع من التفتين يعني. طيب صحيفة التجديد لابد أنك تعرف بهذه الصحيفة، اعتبرتك الرأس المدبر الذي يقود حملة التشييع في البلاد، وبأنك، وأنا أنقل من خلال ما وصفته بتفسيراتك الخاطئة للتاريخ المغربي، تمكنت من إقناع الشباب المغربي بالتشيع، ماذا تقول في هذا الكلام؟ أولا هذه الجريدة ما فيهاش أناس متخصصين في التاريخ حتى يثبتون كيف أنني أقول كلاما خاطئا في التاريخ، هذا نفسه نقلوه من إعلام آخر. وبالتالي أنا لو كنت أقوم بهذا العمل لا تخيفني لا التجديد ولا غير التجديد. وبالتالي هذا نوع للأسف من الحملات اللا أخلاقية التي تقوم بها مثل هذه الجريدة أو مثل بعض الأحزاب الإسلامية. طبعا يعني أهل الجريدة ليسوا هنا يا سيد إدريس، أهل الجريدة حتى يعني تصفهم بغير أخلاقيين، يعني ليسوا هنا حتى يردوا، ولكن يعني الأمور هم يعني يجتهدون ويكتبون وهذا رأيهم في النهاية، أليس كذلك؟ ليس اجتهادا. أنا أفهم ما معنى الاجتهاد اصطلاحيا. الاجتهاد هو أنك تبحث، وأنا قريب من كثير من عناصرهم ويعرفونني. طيب. ولكنهم يفضلون أن يسمعوا كلام غيري. طيب ألست القائل بأن المغرب بلد شيعي وبأن التشيع هو القاعدة والسنة استثناء؟ قلت هذا الكلام أم لا؟
هذا ضمن سياق علمي وفكري عميق. يعني ولكن قلت هذا حينما الكلام. تبتره لا، لم أقله بهذا. طيب بمعنى هل لك يعني أن ويل تفسره في للمصلين. عجالة سريعة لو سمحت؟ تفضل. بعجالة قلت إن كل المسلمين اليوم بمجرد أنهم لهم مستوى من المحبة لأهل البيت هم شيعة، والمغاربة عندهم هذا الحب لأهل البيت، وبالتالي في المغرب الأصل هو الولاء والحب لأهل البيت، إذن هم شيعة بالأصل. وما يرى السلفية وغير هذا استثناء في تاريخ المغرب. يعني أنت لا تشير إليهم باعتبارهم شيعة يعني مكتملي العضوية في المذهب الشيعي كمثلا الإيرانيين، الشيعة في السعودية في بلدان أخرى؟ لا تعني ذلك؟ لا، وهذا من منظور أن جميع المسلمين اليوم على قدر من التشيع، كلهم بمجرد أنهم يعني يحترمون أهل البيت ويعني يكنون لهم التقدير. طيب من منطلق موقف سني أنه كل من تشيع لأهل البيت هو شيعي. طيب من هذا المنطلق إذا أنت طالبت كما استمعنا باعتبار عاشوراء اللي هي ذكرى مقتل الحسين يوما وطنيا في المغرب؟ سئلت هذا السؤال: هل تفضل أو تتمنى لو يكون هذا؟ قلت جيد، طالما فيه كذا جيد. فأنا سئلت هذا السؤال ولم يكن مبادرة مني. يعني أنت لم تطالب؟ لا، لم. أولا مطالبة لا، ما فيه. أنا سئلت هل تتمنى لو، قلت إذا فيه زيادة في الخير جيد. ولم تبذل أي جهد من ناحيتك يعني حتى مثلا يعني لترويج هذا الموضوع؟ ما يحتاج. يعني هذا أمر يعني أولا بعيد عن المتداول. يعني أنا سئلت بس عن مجرد تخمين، وهل أنت تتمنى؟ قلت إذا كان جيد يعني. طيب ليس مبادرة مني أو طلب أو شيء. طيب هناك فعلا بعض جهود التشييع، ربما أنت لا تقول على مستوى واسع، ولكنها موجودة بين العمال المغاربة في الخارج، هذه نقطة صحيحة؟ يعني فيه تأثر شريحة، مثلما أن شرائح أخرى تأثرت بالسلفية، مثلما أن شرائح أخرى تأثرت باللادينية، ومثلما طيب. يعني كل له نصيب يعني. طيب سيد إدريس، أنت كنت قد اعترفت، وأرجو أن أكون دقيق بذلك، بأن لك علاقات إدارية تربطك بالسفارة الإيرانية في حينه من خلال الدعوات الكثيرة التي تتلقاها لزيارة إيران، أليس كذلك؟ هذا من الأشياء التي قلت لك تحريف وتزييف. طب ما هو غير التحريف؟ أعطيني غير التحريف. لا، لحظة. لو فرضنا أن هذا كله صحيح، ما معنى أن تكون عندك علاقة إدارية؟ في أحد عنده علاقة إدارية مع سفارة؟ يعني أنا أريد أن أسألك كيف تفسر العلاقة الإدارية؟ شوف، أنا آخر واحد عنده علاقة يمكن تقال بالسفارة، ومؤخرا فقط 3 أو 4 مرات دعيت مثلما دعي جميع النخب وكذا إلى الحفل الوطني عندهم، وكان موجود رسميون من الدولة وغير الدولة والأحزاب، وأكثرهم من الإسلاميين إخواننا الذين يقولون هذا الكلام. ولم يكونوا يمرروا إليك مثلا دعوات لزيارة إيران ذاتها مثلا؟ يمررون زيارة. أنا زرت إيران ضمن فعاليات مؤتمرات. طبعا أنا لست طفلا صغيرا يعبث به هكذا. يعني من هو شو العجب أنه يأتي الطفل صغير ويقول عني أنه ربما استمالوك شو يعني؟ لماذا يقال هذا عن ناقد أيديولوجي وكذا؟ ليش؟ طيب سيد إدريس، أنت قلت بأنك لا تعرف، ليس لديك أي معلومات عن دعم مالي من السفارة الإيرانية لبعض نشطاء الشيعة في المغرب، قلت هذا الكلام؟ لا يوجد هذا، لا يوجد. أنا في نظري في تقديري. نعم لا في تقديرك، أم تعلم أنه لا يوجد؟ لا يوجد، لأنه السفارة نفسها فيما كنت أفهم أنها كانت تحاول قدر الإمكان أن لا يقال عنها هذا وقيل عنها هذا. أنت تقول، وهذا هون سؤالي، يعني هل لديك دليل أن لديك معلومات عن تمويل جماعات إسلامية من جانب المملكة العربية السعودية؟ قلت هذا الكلام؟ هذا شيء لا يحتاج إلى دليل. لا، كيف لا يحتاج إلى دليل؟ يعني أنت قلت لا يوجد دليل على أن السفارة الإيرانية تعطي أموالا مثلا لجمعيات أو لناس يتشيعوا، والآن تقول أن لديك لا يريد لا تحتاج إلى دليل لإثبات أن السعودية تعطي جماعات إسلامية في المغرب. سيد إدريس، شوف، أولا من يستطيع أن ينكر منذ السيد هذا اسمه تقي الدين الهلالي إلى المغراوي إلى غيرهم أنهم ليسوا مدعومين من قبل جهات معينة؟ يعني هذا رأيك؟ يعني هذا تقدير؟ أنت تقول لديك معلومات بأنهم يقبضون يعني باللغة الواضحة؟ أنا عندي معلومات أن فيه جهات معينة وليست السعودية تأخذ هذا الدعم من السعودية بالذات؟ لا، أنا لا أستطيع أن أتحدث عن نظام. أنا أتحدث عن جهات، قد تكون جهات مدنية. يعني ألا يمكن أن تكون الجهات المدنية، هذه نقطة واجهة، ألا يمكن أن تكون الجهات المدنية في إيران هي التي تدعم نشاط التشييع في المغرب، ليس السفارة مثلا؟